السلام عليكم. القصة ديال اليوم من مدينة فاس، من قلب مدينة فاس. حاجة فاطمة المنصوري عندها 65 عام، أرملة. حاج محمد كان تاجر كبير، راجلها كان في السوق ديال البالي في فاس. توفى ملي كانت عند بنتها الصغيرة 10 سنين. من نهارها وهي كتخدم ليل ونهار باش تربي بنياتها. عندها 2 بنيات، نادية الكبيرة عندها 35 عام، خدامة دكتورة في القلب والشرايين. وعندها سلمى الصغيرة عندها 30 عام، أستاذة ومساعدة في طب الأسنان. سلمى كتفيق ديما مع 6 ديال الصباح، كتصلي وتوجد الفطور لمها وتهز حويجاتها وداكشي وتمشي للكلية. وفي الكلية كل شي كيشكرها، إنسانة طيبة والله يعمرها دار، وحيت كتشرح مزيان وكتعاون بلا مقابل. وفي الدار كانت هي اللي كتكلف بكل شي، كتجيب الدواء لمها، كتخلص الضو، كتعمر الثلاجة، كتقاد الامور. يعني الوالده ديالها كانت ديما كتقول بنتي سلمى هي الراجل ديال الدار من بعد باها الله يرحمه. علاقتهم بعضياتهم كانت قويه بزاف، كل ليله كيتعشاو بجوج، كيبقاو مجمعين شويه، كيتفرجوا في التلفازه. المهم الامور هي هذيك. كانوا ساكنين في واحد العماره، وكان العساس ديال العماره سميتو الحاج عبد الله، عنده 52 عام. راجل قصير ضعيف ولكن وجهه فيه البركه. خدام عساس في هذيك العماره ديال حي الزهور، عنده تقريبا شي 20 عام. هو خدام تما، السكان كاملين كيحترموه حيت الله يعمرها دار، وديما مؤدب مع الناس وكل شي بخير. وهو ما عندوش المرأة، مرته توفات بمرض السرطان شي 4 سنين تقريبا هادي. من نهارها والحاج عبد الله تبدل، ولا ساكت بزاف وغارق غير في الخدمه والتخمام. مهم يعني دخل سوق راسو. وعنده واحد الوليد سميتو رشيد. رشيد عنده تقريبا 16 عام، طالع في 17 عام. حتى هو زووان طويل وسمار. المهم ما كيقراش. رشيد ملي ماتت الام ديالو خرج من القرايه، صافي حبس القرايه وبقى كيعاون باه. كيخدم معاه تقريبا 24 ساعه على 24 ساعه. الصباح كينقي الطوموبيلات، في العشيه كيمشي يتقدى الناس الخضره، واللي خاصه شي صخره، اللي خاصه شي حاجه كيجيبها ليه. كيجيب الناس البوطه، كيجيب الناس. المهم كاع الناس كيعرفينو تما. اللي بغى يتسخر شي حاجه كيعيط على رشيد وكيدوروا معاه كل واحد شنو كيعطيه. وبالليل كيبات حدا باه في العماره، باه كيعس وكيبقى جالس حداه منسو معمر عليه. رشيد كان يتيم الام، واللي كانت كتعوضو شويه هي الدكتوره سلمى. كانت كتحن عليه بزاف. كان كيبان لها هذاك الدري الصغير اللي ما عندوش مو، اللي مسكين يتيم. يعني كتحن عليه وكتشفق عليه في نفس الوقت، كتهلا فيه، كتدور معاه. يعني بحال خوها الصغير اللي ما عندهاش. صافي هي هذيك. رشيد هنايا فرحان، عاجبو الحال. كيقول لصحابو اللي في العماره وداكشي، كيقول لهم هاد سلمى هادي راه بحال امي الله يرحمها، نفس التصرفات. عرفتي كيفاش كتشوف فيا بحال امي، كيفاش كتهضر معايا بحال امي. وقت ما دورات معاه كيقولها لصحابو، وقت ما عطاتو شي حاجه ولا هذا كيقولها لصحابو. يعني كيفتخر بها. مره تجيب لي سبرديله، مره تجيب لي شي تيشورت جديد. يعني كل مره وشنو كتجيب ليه. يعني هو فرحان بيها بزاف، وهي حتى هي بحال خوها الصغير. صافي هي هذيك. واحد المره كان الصهد، الموت ديال الصهد فاس. كانت واحد الحراره فايته تقريبا 40 درجه ديال الحراره. هي كانت في الكليه ديال الطب، رجعات مشات للدار، دخلات لقات امها كتشقى وداكشي. قالت لها امي انا عيانه، عرفتي مسخسخه، عرفتي واحد الصهد برا كي داير. قالت لها ما هو راه دايره مع ناديه اختك باش نمشيو زعما نتقداو وداكشي. قالت لها غير سيروا نتوما، انا غادي غير نتكا الناس، ما قديتش ماما نخرج ولا نمشي للزنقه. عرفتي شحال من حاجه كنت غنديرها ودرت منها بناقص وجيت بغيت غير الناس. قالت لها صافي غير سيري تكاي. سيري تكاي
وانا غنخرج غير انا واختك ونقضيو الاغراض. قالت لها صافي غديروا فيا خير، ما فيا ما يخرج فهاد الصهد، راك شتيني خرجت الصباح بكري ويلا رجعت. المهم قالت لها ما صافي غير سيري تكاي. صافي جات عندها ناديه قالت لها يلا هو مشاو خرجوا باش يقضيو دوك الاغراض. صافي هي هذيك مشاو خرجوا تقريبا شي ساعتين ديال المكانه. هنا سلمى دخلت لبيتها ونعسات عيانه مسخسخه. مع ديك 3:30 تقريبا رجعوا. ملي وصلوا لحي الزهور حاجه فاطمه قالت ناديه فين هي الطوموبيله ديال اختك؟ قالت لها لا راه كانت محطوطه غير هنا. قالت لها راه تبدلت ليها البلاصه. قالت لها ناديه ايوا صافي راه يمكن عيطوا ليها في الخدمه وداك الشيء راه مشات. قالت لها ناري مسكينه وكانت عيانه وداك الشيء. قالت لها راه تكون 100% مشات للخدمه. صافي هي هذيك طلعوا للدار ومعاهم رشيد هز معاهم التقديه وهز معاهم داك الشيء كيعاونهم. وصلوا حتى للباب كتدق مع نسات السوارت كتدق. سلمى ما كتحلش ليها الباب. شي شويه دفعت الباب لقاتو محلول. حاجه فاطمه قالت او كيفاش؟ سلمى حنا فاش خرجنا خلينا الباب مسدود. سلمى زعما خرجات وخلات الباب محلول. صافي دخلوا حطوا التقديه وداك الشيء. رشيد هبط بحالاته. هنا الحاجه دخلت للبيت. دخلات هي ضربه بواحد الغوته كتغوت ناديه عتقيني ناديه عتقيني. لقات سلمى طايحه في الفراش حدا الناموسيه غارقه في دمايتها. هنا الجيران تجمعوا والناس تجمعوا. اش واقع شافوا هذيك القضيه مشاو عيطوا على البوليس ديال ولايه امن فاس. وصلوا في الحين. اول حاجه لاحظوها البوليس هي ما كاين لا تهراس في الباب لا الشراجم مهرسين لا حتى شي حاجه. هنا قالوا اللي دار في سلمى هاد الحاله يا اما كيعرفها يا اما هي اللي دخلته للدار حلات ليه الباب ودخلاته ولا عنده السوارت، حيت ما كاين حتى شي مقاومه ولا شي واحد هرس الباب ولا هرس شي شرجم ولا شي حاجه. داكشي كان طبيعي. صافي الشرطه العلميه طبعا كانت حاضره حيت هي كتسمى جريمه قتل. فاش عيطوا الجيران قالوا بان كاينه واحد السيده مقتوله. داروا التمشيط ديال البيت وداك الشيء كيقلبوا كيديروا لقاو واحد الموس تقريبا مخشي تحت الناموسيه. هنا الشرطه العلميه هزوا داك الموس. الام كانت منهاره وجالسه في البيت الاخر والناس مجموعين عليها والجيران وكتغوت بنتي ما عرفت شكون اللي دار في هذه الحاله ما عرفت شكون اللي قتلها واختها ناديه حتى هي. المهم الحاله حال الله. هنا قالوا لها البوليس عافاك جاوبينا غير على واحد السؤال. قالت لهم شنو باش نفيدكم. بغيت نعرف شكون اللي قتل لي بنتي وشكون اللي دار لي هذه الحاله في بنتي وهذا. قالوا لها واش هذا الموس ديالكم؟ شافت الموس بحال هكا عرفات هذيك القبضه ديال الموس مولفه اي واحد كيعرف معنو. قالت لي هذا الموس هذا ديال الديسير كنقطعوا به الديسير وداك الشيء. وانا قبل ما نخرج من الدار كنت حاطاه فوق البوطاجي وانا باقا عاقله. قالوا ليها صافي. هنا تهزات الجثه المشرحه باش يديروا لها التشريح. هزوا الجثه المشرحه. البوليس بدا التحقيق مع كاع الناس والجيران. مهم كاع الناس اللي كيعرفوهم وداك الشيء. سولوا السكان كاملين ديال حي الزهور حتى واحد ما سمع زعما شي غوت ولا شي صداع ولا شي زعما شي حاجه كتهرس ولا شي حاجه. سولوا الحاج عبد الله حيت هو كيتعتبر من هو العساس هو اللي مقابل ديك العماره وداك الشيء. قال لي ودي انا في ديك الوقيته فاش وقعت الواقعه انا كنت في السوق كنتقدى لشي ناس. هنا غيسولوا ولدو رشيد حيت حتى هو كيتعتبر ولد العساس وعساس ديما كاين تما. قالوا ليه فين كنتي؟ قال لهم انا كنت كنشري واحد السخره لشي ناس وتعطلت مشيت لواحد البلاصه بعيده. قالوا ليه مزيان. هي هذيك بقاو كيشوفوا في رشيد. واحد المحقق لاحظ واحد الحاجه. رشيد لابس واحد الفولار في عنقه والصهد راكم عارفين فاس في الصهد اكثر من 40 درجه. هنا سولو قال ليه علاش لابس هذاك الفولار في عنقك؟ قال لي لا راه غير واحد الشريحه وداك الشيء وصافي ولبسته.
هنا المحقق مشى حيد ليه الفورار من عنقه ويلقى فيهم 3 ديال القمشات غارقين. هنا رشيد صدم، ما عرف ما يدير. هزوه ديك الساعه داو الكوميساريه، بدا التحقيق معاه. رشيد حيت السن ديالو صغير دغيا بدا كيبكي وبدا كيعترف. قال لهم انا كنبغي سلمى، هي اللي كانت كتعاملني مزيان، وهي اللي كانت كتهتم بيا، وهي اللي كانت كتدور معايا، وهي اللي كانت كلشي. انا ما كنتش كنشوف فيها ديك الشوفه ديال زعما بنت كبيره ولا شي حاجه. انا كنت كنبغيها، كنقول ما كراهش كون تجوج شي وحده بحالها. قالوا لي هي يلا عاود لينا كيفاش وقع. قال لهم نهار الخميس شفت الوالده ديالها خرجات، صافي بقيت جالس حدا الباب، ما كان في بالي حتى شي حاجه نهائيا، وكنشوف الطوموبيل ديال سلمى. شي شويه قال لي راسي نطلع عندها، طلعت دقيت ديك الساعه باقا ما نعساتش. قال لك حلت لي الباب، قالت لي شنو بغيتي؟ قال لها لا والو، راه الطوموبيله ديالك حاطاها في واحد البلاصه ممنوعه وداك الشيء، راه خصني نحولها لك من بلاصه لبلاصه. هنا رشيد مؤلف في سوق الطوموبيلات، كيغسلها لهذا ويحولها ليه لهنا، ويغسلها لهذا ويحولها ليه لهنا، يعني عنده عادي. صافي هي هذيك شافت فيه سلمى بحال هكا، قالت ليه ناري ما فياش ما يحولها من بلاصتها. عرفتي اش غدير؟ غادي نعطيك السوارت وهبط وديرها في الباركينغ الدخلاني باش ما يكون لا مشاكل لا والو. اصلا انا اليوم ما غنمشي لتا بلاصه، انا عيانه وهادي. قال لها رشيد صافي. هي هذيك هبط مشى للطوموبيل، طلع في الطوموبيل، بس في الطوموبيل شي 5 دقائق هو كيفكر، كيقول ما عرفت واش نقولها ليها ولا ما نقولهاش ليها. هادشي اللي كيقول رشيد للبوليس. قالوا لي البوليس شنو غتقول ليها؟ اش كنتي بغيتي تقول ليها؟ قال لهم انا سلمى ملي كتعاملني ديك المعامله الزوينه وكتحن فيا وكاع داك الشيء، انا سلمى وليت كنبغيها، ولات عزيزه عليا بزاف. قالوا لي راك عارف سلمى راه عندها 30 عام. قال لهم ولكن انا كانت كتحن فيا بزاف بلا قياس. البوليس قالوا لي ايوا كمل، انت جلستي في الطوموبيل بقيتي جالس تما؟ قال لهم لا صافي خرجت من الطوموبيل مشيت عند با كانوا مصيفطين الناس لواحد السوق باش يجيب لهم شي تقضيه. قال لي ولدي جلس هنايا حتى نجي. قال لي واخا. صافي بقيت جالس تما، الناس كيمشيو وكيجيو وهذا. صافي هي هذيك قال لك جاتني فراسي نطلع عندها نهضر معاها. قال لك طلعت باش نرد ليها نيت السوار ديال الطوموبيل، كندق ما كتحلش عليا، وفي السوار ديال الطوموبيل كاينين حتى السوار ديال الدار. قال لهم حليت الدار وانا ندخل. قال لك دخلت مشيت عندها نيشان لبيت النعاس. قال لك اقسم بالله ما كنت بغيت نقول ندير لها شي حاجه ولا هذا، غير شفتها ناعسه بقيت واقف كنشوف فيها بحال سهيت. قالوا لي البوليس ايوا شنو درتي من بعد؟ قال لهم ملي وقع هكاك هي حلات عينيها، حسات بالغاشي حداها، حلات عينيها لقاتني قدامها. قالت لي شنو كدير هنا؟ لاش واقف عليا وداخل عليا حتى لبيت النعاس؟ قالك بدات كتغوت. كيقول لا 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 لا, لا ما تخافيش، راه انا غير جيت باش نقول لك هذه. قالك ما عطاتنيش فرصه، بدات كتغوات، بدات هادي تعصبات، وانا ما درت لها حتى شي حاجه، كنت باغي غير نهضر معاها. قالوا لي البوليس ايوا من بعد كيفاش تقتلتيها؟ قال لهم لا انا ديك الساعه ما كنتش ناوي نقتلها. بدات كتغوت بالجهد، وانا خفت الناس يسمعوا، وانا عارفين الناس بان السمعه ديالي مزيانه تما، وما عمرني اذيت شي واحد، ما عمرني درت حتى شي حاجه. قالك ديك الساعه هي ملي جايه تنوض بحال هكا بحال غادي تهجم عليا ولا ما عرفت شنو، انا صافي تخلعت وما عرفت ما ندير، قلت غادي ندافع على راسي. قالوا لي ايوا شنو درتي باش دافعتي على راسك؟ قال لي هزيت واحد المخده لحتى فوق الناموسيه، وهزيت داك المخده وحطيتها لها على وجهها، وبقيت مورك عليها بجهدي كامل باش غير تسكت ما تبقاش تغوت. حيت فاش كانت كتغوت كتقول رشيد خرج عليا رشيد، والناس الوحيد اللي سميتو رشيد هو انا، عارفين الناس بانني انا سميتني رشيد وانا ولد الحاج وهذا. هي هذاك قالك بقيت مورك عليها حتى تقطع الحس ديالها.
قالك ملي حيت المخده لقيتها بحال ناعسه. قلت هنا محال واش ماتت. صافي غادي تفيق وغدير لي الشوها تقول للناس راه دخل عليا البيت وهادي. اشنو غندير. مشيت للكوزينه كنجري. ديك الساعه انا ترفعت ولا عقلي بجهه اخرى، بقيتش عارفه شنو كندير. هزيت هذاك الموس اللي لقيته قدامي، لقيته فوق البوطاجي، هزيته ومشيت. قالك واش هي مليوحه، وهزيت وبديت كنضرب بالموس. قالوا لي درتي 17 طعنه. قال لهم انا ما عرفتش شحال من طعنه درت. المهم انا ملي كنضرب بالموس كيتبان لي بحال كتحرك، كنعاود نضرب. صافي قلت حسن تموت ولا نتشوه. قالوا له صدقتي قاتلها باش ما تشوهش. قال لهم هادشي اللي كان في دماغي وهادشي اللي تخايلت وهادشي اللي جاني في دماغي ديك اللحظه. انا كنعاود لكم هادشي اللي وقع. صافي البوليس هنا بقاو كيتصنتوا ليه. قالوا لي ايوا ملي جات الوالده ديالها وطلعتي معها تقضيه وداكشي ديك الساعه كنتي عادي. قال لهم لا، انا هبطت مشيت بدلت حوايجي وحيت دوك الحوايج اللي كان فيهم الدم وداكشي، حيدتهم ومشيت لواحد البلاصه كيكونوا فيها حاشاكم طواروات ديال الزبال وداكشي. قالك زيد دوك الحوايج وشعلت فيهم العافيه. حتى دوك الطواروات ما كاين حتى واحد ديك الساعه، شعلت فيهم العافيه ورجعت لبلاصه با وجلست. كيقول رشيد ملي كنت جالس في البلاصه ديال با ديك الساعه ما كنت كنفكر في والو، بحال ما درت حتى شي حاجه، بحال ما وقعت حتى شي حاجه، بحال نسيت، بحال ما عرفتش شنو وقع ليا. شي شويه كتبان ليا امها جايه متسلمه، وقفت قدامي قالت لي رشيد واش ما غاديش تعاوننا في التقضيه. كانوا هازين تقضيه بزاف. كساعه جيت نوض انا رجلي فاشلين عليا، ما كنعرفتش مالي. هي هذيك طلعت معاهم التقضيه وداكشي، وصلت حدا الباب بحال جاني داك الفلاش في دماغي، ناري سلمى ميته لداخل. هي هذيك دخلت معاهم شويه التقضيه غير حدا الباب، حطيتها وانا نزيد بغيت نهبط. هي تقول لي الحاجه مالك فين باغي تمشي بلاتي. قال لا لا لا, لا غنمشي، راه ما كاين حتى واحد في البلاصه ديال با، غادي نمشي. قالك بغيت غير نخرج، بغيت غير نهبط. هي هذيك قالك هبط، جلست تما. صافي ديك الساعه تقريبا واحد 10 دقائق بدا الغوت والصداع والجيران كيطلعوا داكشي. قالك وانا باقي جامد في بلاصتي باقي جالس وكنشوف غير قدامي. شي شويه بحال هكا كتحرقني شي حاجه في عنقي، ما عرفتش شنو هو داكشي. كنديرها كنلقى الدم في يديا. مشيت كنجري للدار، شفت بحال هكا في المرايه وانا نلقى هذوك جوج قمشات غارقين. فاش كنت كنقج فيها هي مسكينه كانت كتحاول باش تدفعني، كتحاول باش تدافع على راسها، ولكن انا كان في داك الجهد اللي ما عرفتش منين جبته. وكيعاود هادشي للبوليس وكيبكي. قال لك هنا شفت هذوك جوج قمشات غارقين، وانا نهز واحد الفولار ديال امي كانت ديما حاطاه في الماريو الله يرحمها، هزيتو لويتو على عنقي ومشيت جلست. قلت الا درت هاد الفولار حتى واحد ما غيعيق بيا. هي هذيك ملي جاو حقوا معايا وشافوا القمشات جبتوني لهنا وانا كنعترف بكل شيء. وانا اللي غنقول هو انا ندمان، هذيك السيده ما دارت فيا غير الخير، تهلات فيا وكتعاملني بحال خوها بحال ولدها، بحال شي واحد يعني ماشي ولد العساس، كتعاملني شي معامله اخرى. هذاك الشيء اللي خلاني انا نفكر حوايج اخرين اللي ما نقدرش نوصل لهم. وانا ما كنتش ناوي نقتلها وما كنتش ناوي غادي ندير لها هاد الحاله، ولكن ما عرفتش شنو وقع ليا. هنا بدا كيبكي ونهار. هنا البوليس كملوا الملف، يعني عندهم كل شيء واضح وكل شيء باين، ما عندهم مازال ما يزيدوا. بات رشيد تصدم، الوليد الوحيد اللي عنده دار هاد الجريمه هادي، والناس اللي في الدرب وفي العماره كلهم تصدموا من رشيد. داك الانسان ظريف درويش اللي كيخليو حتى وليداتهم الصغار معاه. بالاعترافات ديال رشيد كلشي واضح للبوليس وكلشي باين، وتحول الملف ديالو للمحكمه، وهنا غادي يتم الحكم ديالو. وكاع الناس كيتسناو والجيران وحتى الام ديال سلمى
حتى هي بغات شي حكم عادل. هنا رشيد حيت قاصر ما عندوش السن القانوني، يلا عنده 16 سنه باقي، يلا غيدخل 17 سنه، غادي يتم الحكم عليه ب15 سنه سجن نافذ. هنا بزاف الناس تقالبوا الاراء، شي كيقول مزيانه، شي كيقول لا خصو كتر، ولكن انا كنقول بان رشيد هاد الحكم هذا عادل، بانه باقي صغير، باقي قاصر، باقي ما عارفش شنو المصيبه اللي دار، اللي قتل روح بريئه. هنايا كتسالي القصه ديال اليوم. شكرا لكم بزاف حيت بقيتوا معايا حتى لهنا في القصه، وكنتمناكم تشتركوا معايا في القناه وتشجعوني باش ندير قصص كتر. شكرا لكم، ونتلاقاو في قصه جديده. السلام عليكم.